الجميلة بالموجودين إن شاء الله مع انطلاقة هذه المواجهة. أعطيك تشكيلة الزعيم. يبدأ الكاسية الرياضية إن شاء الله سنة خير على الجميع. باو بريم اللاعب اللي جاي من برشلونة، وهنا لدينا جوفاني كرة خطيرة للغاية. الكرة مرت بعيدة عن المرمى، وكان من الممكن أن يأتي من خلالها يعني والمحب للوداد يحضر، والمعترف بهذه المبادرة الجميلة وهذه الكاس موجود. وهذه الكرة لدى كلاودينيو يعيدها أكرم من زمان عنه، وتسديدة بعيدة إلى خارج أرضية الميدان. فيرمينيو يعني كل اللي موجودين قدام عليهم أن يحذروا من فيرمينيو لأنه يلعب في كل الأماكن. هذا نور الدين مرابط في الجهة اليمنى، محاولة خطيرة وتسديدة لكنها لدى مشعل برشم لأرضية الميدان. وهذه التسديدة التي كانت من نور الدين مرابط، لكن على دفعتين استطاع حارس المرمى مشعل برشم عملية التقاط هذه الكرة. حتى الآن تتكلم أكثر من ثلث ساعة، لسه بداية. لدينا الآن شوف عودة مخيكا مطلب. دائما على مستوى الكرات الثابتة يجب أن يكون حاضر، خاصة أطوال الوداد أكبر. وهذه لدينا الكرة الخطيرة التي مرت إلى خارج أرضية الملعب، شوف الكرة الملعوبة، خاصة غياب معلم السايس. شوف كرة خطيرة جدا، يدوب مع أحمد السيل أحد أطول اللاعبين الموجودين في الخط الخلفي، وأنت أضفت اثنين بمتر و76 ومتر و74 أوغستين، فمش لكن في بناء في استحواذ لا راح يكونون جيدين. هذا لدينا كرة خطيرة الآن، نور الدين مرابط في الجهة اليمنى، مرور خطيرة، الله على كرة سددت بالراس من أحمد السيل، تعود إلى عزيز، حولها في الجهة اليسرى لمصلحة الوداد. هذه تسديدة، الله على كرة قوية جدا سددت من اللاعب طبعا محمد رايحي، والكرة اعتلت العارضة إلى خارج أرضية. بدأ الوداد يبحث عن الهدف الأول بشكل جاد جدا. بدأ انه اللاعب بعد ذلك يقدم كل ما لديه. هذه كرة خطيرة وإبعاد يأتي من مشعل برشم، كرة من الجهة اليسرى، عرضية موجودة خطيرة للوداد، والكرة أمين وين يا أبو الفتح، جاءت كذا فرصة. هذه شوف الله مقوسة جميلة، كرة ثابتة من اللاعب رقم 21 وليد الصبار. وهذا وليد، هذا أكرم عنده الكرة، وراح أقول لك شيء عن أكرم. هذه كرة خطيرة أمامية ولكنها أبعدت من حارسي المرمى، لا زالت في أرضية الملعب في الجهة اليمنى. توغل يأتي الآن، عرضية موجودة وإبعاد، وكرة خطيرة من رياحي إلى خارج محمد رايحي إلى خارج أرضية الملعب. شوف العرضية الموجودة التي مرت، عملية الإبعاد ليست متقنة، وصافرة محمد اليزيد المزيد على نهاية أحداث شوط اللقاء الأول بالتعادل دون أهداف ما بين السد وما بين الوداد كان أفضل وكان أخطر، وكان فيرمينيو حاضر في المقدمة، بوبي موجود مع التشكيلات هذه، مع كل هذا الفن. رأسية مخيكا إلى خارج أرضية الماء، لأن أصبح طابع تشكيلة الزعيم في وجهة نظري الشخصية. يعني أنا اللي أقول تبي تاخذ رأي خذه، ما تبي، لكن أراه أصبحت تشكيلة أحد أفضل ما تعاقدت معهم إدارة السد. هذه لدينا كرة الآن، منقولة خطيرة، أكي عزيز لكن مشعل، ولكن بعد ذلك شوف العملية هنا في عملية السلام والتسليم، التدخل القوي الذي كان من أمام أوغستين، من أوغستين في الجهة اليمنى لمصلحة جوفاني، عطال عرض أوبو، وركلة جزاء اصطاد من خلالها عطال، سقط في المحظور. نعم
نعم انظر هوبا لوبا راح خلص انتهى الامر وسقط عطال واتت العرقلة داخل منطقة الجزاء. ما يقدر خلاص انتهى وعطى الكرة. هل تهتز المرة الأولى؟ كالعادة يعرف طريق المرمى من علامة الجزاء. يسجل أكرم عفيف أول أهداف الزعيم. افتتاحية خير أمام مهدي بن عبيد ولا أروع، ووضع الكرة على يسار حارس المرمى مهدي بن عبيد بباطن القدم بكل ثقة هنا في هذا المرمى، معلنا تقدم الزعيم 1-0. خطأ لمصلحة عزيز ولا هل يلعبها باليسرى؟ نعم عزيز ومشعل برشم في عملية اي والله كثير. هذه الكرة يعني شاهدناها في الموسم الماضي. احيانا الزعيم جدا الكرة في الجهة اليمنى من رابط التدخل الموجود. الكرة التي لا زالت الخطورة التي تأتي المحاولة لا زالت خطيرة. الله نعم يأتي التعادل. يسجل الآن الوداد، يفعلها الوداد، يأتي بالتعادل برأسه. انظر إلى العمل منذ البداية. الكرة في الجهة اليمنى، التدخل الموجود هنا، عملية المتابعة، بعد ذلك تأتي الخبرة على مستوى القائم الثاني. الله الله الله. 1-1 يأتي الآن هدف التعادل عن طريق حمزة الواسطي البديل الذي دخل يده منذ قليل. يسجل التعادل الواسطي بواسطة حمزة، شغل واسطته وسجل التعادل من نور الدين. لكن مخيكة محاولة موجودة وبن عبيد، والمحاولة بعد ذلك تبعد من حارس المرمى. انت تلعب مباراة بهذا هذا الليفل، هذا المستوى. السد يريد ان يسجل قبل ان يعني هذه محاولة واحدة على كورة. سوريا، شوف الكرة من سوريا سددها لكنها الى خارج ارضية الميدان. ماركوبت هذه لدينا كرة لدى هيدوس. الله الله الله. أوبوه لا زال في هذه البندقية ذخيرة حية، لا زال في هذه البندقية ذخيرة حية رغم الاعتزال الدولي، لكن هذه القدم تسدد كما عودتنا سابقا. ابعاد ياتي من مهدي بن عبيد وكاد ان يفعلها الهيدوس. هو الاخر الوداد حقيقه من خلال مجريات هذا اللقاء. محاوله تسديد مسافه بعيد، الله على تسديده جريئه للغايه. وهنا لدينا محاوله ولربما مطالبه بركله جزاء. كره في الجهه اليمنى عرضيه موجوده وابعاد ياتي قويه. شوف 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 هذه التسديده تغير اتجاهها وهي متجهه طبعا الى المرمى. وهنا لدينا هل كان على الكره؟ لا على الكره اهو تابيو على الكره كلاوتينيو سأعيد هذا الاسم كثيرا. وهنا لدينا بن عبيد هذه الكرة التي لعبت في الجهة اليسرى والتصدي من. وهنا نعم محمد المزيد تعلن عن نهاية هذا اللقاء بالتعادل الحبي الودي الإيجابي، لكن الكأس الآن ستقررها ركلات الترجيح. اللقب
كأس الأحرار. هذه الكرة الصافرة موجودة، يتقدم حسن للكرة الأولى والهدف. يا سلام يا سلام يا أبو فهد، بذكاء كبير وبهدوء كبير وفي منتصف المرمى يضع الكرة معلنا تقدم السد بالكرة الأولى. هذا واحد الآن، السد واحد. يلا سجل معاي الآن. الوداد سيسدد، الوداد، وعندك نور الدين مرابط، ومعاك يا مشعل يا برشم. الكرة الأولى نور الدين ومشعل برشم. سنشاهد الآن هل يأتي التعادل، هل يأتي التعديل. خلينا التعديل. هذا نور الدين ومشعل. نور الدين، الله، أوه قوية، زاحفة أرضية يعلن فيها التعديل. نور الدين مرابط يعلن فيها التعديل. نور الدين قوي، خبرة كبيرة، سنوات كبيرة جدا لنور الدين مرابط. تتكلم انت عن لاعب ب 38 سنة، 38 سنة لعب يعني اعارات، ولعب لجلطة سراي وبي اس في وواتفورد وملكة وليغانيس والنصر اكادينا هال سيتي. عموما كلاودينيو الان للثاني. كلاودينيو يسجل ثاني كرات السد من علامة الجزاء. 2-1. هذا كلاودينيو وضعها على يسار مهدي بن عبيد، وضعها على يسار مهدي بن عبيد. معلن حتى الآن تقدم السد، والسد هو من يبدأ أولا. إذا ننتظر الآن، ننتظر الوداد في التسديدة الثانية. لدينا برشم من يتألق. عودنا، هو شوف، هو يا يصد الثانية أو الثالثة. برشم يا يصد الثانية أو الثالثة، هو يعني. أمين أبو الفتح لاعب يسدد بشكل جيد، المدافع الصلب أمين أبو الفتح مع هذه التسديدة الثانية. لا، هذا ما يرحم. وين تدرون، اقول لكم شيء، قاعد ادور الكرة دخلت، وين هي؟ ضيعته. لا هذه لا، انساه عمي، انساه. التعديل ياتي لمصلحة الوداد بكل قوة في سقف المرمى. هذا اللي يقول لك ما يلاعب، هذا ما يلاعب. قوية التسديدة، قوية في المرمى وفي سقف المرمى. كانت التسديدة الثالثة. كليرمي في المرمى. نعم، يسجل للمرة الثالثة السد. يتقدم مرة أخرى عن طريق كليرمي. خبرات على مستوى التسديد الآن. هذا كليرمي وضعها في الزاوية اليمنى، وذهب حارس المرمى في الزاوية المغايرة. وفي الزاوية المغايرة لسه الجماهير الحاضرة والموجودة. والآن التسديدة الثالثة. حمزة الواسطي من سجل في المباراة برأسية، وهذا مشعل برشم الذي ذكرنا بأنه عادة يصد الثالثة أو الثانية يعني ما تركت لنا مجال. الثالثة راح نشوف. هذا حمزة الواسطي الآن على مستوى التسديد. حمزة هدف التعادل. لاعب على ما يبدو أشول. خلينا نشوف هل يسجل. واللاعب الأشول اللي يلعب بقدم الشمال عادة طبعا ما يكون حريف. هذه كرة الواسطي، نعم، في المرمى بالنسبة للوداد. يعدل من خلالها 3-3. ما حد ضيع. للسد أضاع
ولا الوداد أضع. من تحرير قاعد طالع وتشوف 3 تسديدات، هيدوس، كلاودينيو، جيليرمي. في المقابل أمين، أمرابط، وهذا حمزة الواسطي. الآن التسديدة الرابعة ما قبل الأخيرة. أوه بعلام لمصلحة السد، وأمام بن عبيد. بعلام وبن عبيد. هل يتقدم الزعيم عن طريق خوخي؟ خوخي للرابع. الله، قوية أرضية جميلة من خوخي. حاول معها، نعم حاول معها، لمسها بن عبيد على يمين بن عبيد، لكنها من قوتها تسديدة خوخي سكنت الشباك. سكنت الشباك. يتقدم السد الآن 4-3. الوقت الصعب، الضغط يزيد في مثل هذه الأوقات، ولذلك الآن باقي لك تسديدة راح يكون أكرم. الأخيرة راح يكون أكرم، وهو من سجل من علامة الجزاء في المباراة. والآن تسديدة تأتي، تسديدة تأتي. بارت المدافع الهولندي يسجل. لا والله الكل، لا هذا مو بارت، هذا أسامة زمراوي. زمراوي اللي سدد الكرة الماضية للتعديل بالنسبة للوداد. عشاق كثر الوداد، محبي كثر الوداد، وفي المغرب نعم كثر، وخارجه في الخليج وايد يحبون الوداد. اي والله عشاق الوداد واللي يحبون الوداد كثر في الخليج. تسديده، لا والله مش اكرم، هذا اوغستين سوريا الشاب الصغير صاحب ال20 سنة. اوغستين، يا سلام يا سلام يا سلام. سوريا يسجل للسد الكرة الخامسة. الكرة الخامسة. شوف شلون حطها، حلوة للرقوياني. مو سهل، مو سهل، وضعها بشكل ممتاز على يميني بن عبيد، وذهب بن عبيد في الجهة المقابلة. هذا ابن بيدرو سداوي حتى النخاع. هذا ابن بيدرو الولد. الأخيرة إما أن يعدل من خلالها شمس الدين، أم أن كأس الأحرار للزعيم شمس الدين العلالي ومشعل برشم، وكأس الأحرار للزعيم. وكأس الأحرار أعلنها مشعل برشم للزعيم. كأس الأحرار بقفاز برشم للزعيم سليم. نعم 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 نعم، مبروك.